مساء الجمال على كل عشاق النادي الاهلي في كل مكان. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقات مشجع التالتة. كالعاده حلقه النهارده مليئه باهم الاخبار والتفاصيل المهمه جدا اللي بتخص النادي الاهلي. بس في الاول كده وقبل ما نبدا حلقتنا يا ريت ما تنساش تعمل لايك على حلقه النهارده فضلا وليس امرا. ولو انت مش متابعني فانا حابب اقول لك انك انت تقدر تتابع كل اخبار الاهلي من خلال قناتنا. انزل دلوقتي اشترك في القناه وفعل زرار الجرس عشان تتابع معانا كل جديد عن اخبار الاهلي. مش هطول عليكم اكتر من كده، تعالوا نبدا حلقتنا باول اخبار الاهلي. الاهلي ينفي كل ما يقال بشان عودة رمضان صبحي للاهلي بعد توسط الكابتن اكرام الشحات وتواصله مع الكابتن محمود الخطيب من اجل السماح بعودة اللاعب للاهلي مجددا. ومصدر داخل الاهلي اكد بانه حدث بالفعل تواصل من جانب الكابتن اكرام الشحات مع الكابتن محمود الخطيب من اجل التوسيط لعودة رمضان صبحي مجددا، بعدما طلعت انباء قوية من جانب بيراميدز للتخلي عن خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة. لكن الكابتن محمود الخطيب رفض الامر بشكل نهائي، واكد للكابتن اكرامي بان الامر يمس قيم ومبادئ الاهلي التي لم تسمح بعودة اللاعب مجددا. الاهلي يبدأ التواصل فعليا مع احد الوكلاء والوسطاء المقربين من فيستون مايلي لاعب بيراميدز من اجل الاستفسار عن امكانية تعاقد الاهلي مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة والدخول في تفاوض رسمي مع اللاعب ووكيله خلال الايام القادمة. ومصدر داخل الاهلي اكد بان احد وكلاء اللاعبين المقربين من فيستون مايلي اكد بان اللاعب لا يمانع اللاعب للاهلي على حصوله على طلباته المادية التي تفوق ال 2.5 مليون دولار سنويا، ولذلك قد يكون هناك تراجع عن الصفقة من جانب الاهلي بسبب مطالبات اللاعب المالية المبالغ فيها والتي تتخطى سقف رواتب الاهلي المحددة داخل النادي. وايضا مسؤولي الاهلي اكدوا بانه في حال موافقة اللاعب على تخفيض راتبه ورحب بعرض الاهلي سيبدأ الاهلي التحرك نحو حسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة. اليو ديانج يقترب من الرحيل عن الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل بسبب الاغراءات الكثيرة التي تلقاها اللاعب الفترة الماضية من احد الاندية في الخليج. ومصدر داخل الاهلي يؤكد بان ادارة الاهلي تتجه بقوة لبيع المدة المتبقية من عقد اليو ديانج خلال انتقالات يناير القادمة، وعدم الانتظار لنهاية الموسم للاستفادة منه ماليا وتجنب رحيله بشكل مجاني عقب نهاية عقده مع الاهلي. تصريحات يستروب مدرب الاهلي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للحديث عن مباراة الاهلي وايجل نوار في دوري الابطال. يستروب قال: اتوجه بالشكر الى برونديا وشعبها على الاستضافة الكريمة. شاهدت فريق ايجل نوار في العديد من المباريات السابقة، وامتلكت ما يكفي من المعلومات عن الفريق البروندي بالكامل خلال الفترة السابقة. ليس اول مرة اتي فيها الى افريقيا، حيث جيت من قبل مع فريق الالماني السابق وعسكرنا في جنوب افريقيا ولعبت مع اكتر من فريق هناك، وعارف الكثير عن الكرة الافريقية، وعارف قد ايه البطولة دي مهمة بالنسبة للاهلي وجماهيره، وعارف ان النادي الاهلي تاريخه عظيم وواقف على ارض صلبة وعامرة بالبطولات. وانا ايضا جيت من اوروبا عشان احقق بطولات والقاب جديدة للاهلي. انا بحترم الماضي جدا لكن انا تركيزي على المستقبل. ملعب مباراة الاهلي وايجل نوار جيد، وامبارح كان في امطار كثيرة وشفنا طقس خاص، لكن بكرة من وقت صفارة الحكم انا ما بيهمنيش الطقس نهائي، وكل اللي انا بفكر فيه هو ازاي احقق الفوز. البطولة دي مهمة جدا ليا وللاهلي، وده اول ماتش ليا مع الفريق، ومهم جدا ان ابتدي بالفوز على فريق ايجل نوار عشان اقدر اكمل على ده واقدر اعمل سلسلة من الماتشات احقق فيها الفوز. وبالنسبة ليا ماتش بكرة هو الشوط الاول ولسه في شوط تاني في القاهرة. تصريحات الكابتن محمود الخطيب رئيس الاهلي في ندوة القائمة بفرع التجمع. الكابتن محمود الخطيب قال: اتوجه بالشكر لزملائي السابقين في مجلس ادارة النادي الاهلي على مدار دورتين متتاليتين على وجودهم في خدمة النادي، واخص بالشكر الدكتور محمد شوقي الذي يترأس بعثة الاهلي في برونديا لمواجهة فريق ايجل نوار في دوري الابطال، وكذلك الدكتور محمد سراج والدكتور مهند مجدي على قيامهم بالمهام المكلفين بها حتى اخر يوم لهم داخل مجلس الإدارة. قدمنا برنامج زمن الزمن أنفسنا بها قبل 8 سنوات لأول مرة في تاريخ النادي، وعملنا على تطبيق رؤيتنا لخدمة النادي والحفاظ على تاريخه ومبادئه والعمل على تطويره في كافة المجالات. وأيضا قمنا بإنشاء شركات الأهلي لتعظيم موارد النادي في مختلف المجالات، وخصوصا شركة كرة القدم والتي حققت نجاحات مهمة جدا وساهمت في تسويق العقود الإعلانية والتجارية. الأهلي كيان ضخم يجمع ملايين الأهلاوية، وله مسؤولية كبيرة تجاه جماهيره والمجتمع، وهو ما يستلزم إدارة محترفة وموارد متنوعة لتحقيق طموحات عائلة الاهلي الكبيرة. وبكده يا صديقي نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة اللي بتمنى تنال اعجابكم. في نهاية حلقتنا ما تنساش تعمل لايك فضلا وليس امرا، ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زرار الجرس عشان تتابع معنا كل جديد عن اخبار الاهلي.